لو فاكر في يوم من الايام اللي كلنا كنا مبسوطين فيها، ايام زمان اللي كان ليها ريحه كده، يعني انت لو طلعت بعد الفجر كده وجربت تشم شويه هوا هتحس كده بريحه من ريحه زمان، ريحه كده كلها طيبه وشوكولاته من اللي كانت طويله دي، والكره اللي لما كانت تخبط في وشك تشيل لك ضرسين على الاقل. بس احنا نسينا اهم حاجه في الوقت ده كانت بتميزه اساسا، حاجه ما اتنستش مع الزمن ولسه موجوده لحد دلوقتي مع جدي وجدك، وهو موبايل نوكيا الجامد جدا. الموبايل ده هو الموبايل الوحيد اللي يقدر ياخد حقه منك، لانك ببساطه لو جربت ترميه في الحيط علشان علق منك ولا حاجه هتلاقيه رد تاني على راسك وعمل لك بطحه عامله زي برج خليفه كده، وحقيقي يقدر يخش منافسه مع الكمبيوتر ابو كرتون على انشف جهاز اتعمل في التاريخ. الموبايل ده الميزه فيه انه لسه عايش لحد دلوقتي، وليه كذا شكل، في نوكيا الاسود الرفيع ده او التاني رصاصي تقريبا، والتالت الحجر اللي قلنا عليه، هما كلهم بيختلفوا في الشكل، بس الالعاب اللي لعبناها عليه كلنا كانت واحده. بس خطر في بالي سؤال، هي الالعاب دي محدش قدر يحييها تاني ويخليها بشكل اجمد؟ ففتحت البي سي الجميل بتاعي وفضلت ادور لحد ما لقيتها، ولقيت ناس فعلا حاولت تطور الالعاب دي تاني، بس مش حملت الالعاب الجديده بس، انا حملت كمان الالعاب القديمه علشان نعرف نقارن ونشوف النسخه القديمه احلى ولا النسخه الجديده، وعلشان نكون واضحين فكلنا كنا مبسوطين واحنا بنلعب الالعاب دي، حتى هتلاقي شفيق مبسوط. فالالعاب دي ببساطه خلت الناس كلها مبسوطه. ثانيه واحده، انا اول مره اشوف فعلا شفيق مبسوط، وبجد انا اول مره احس ان فسيبكم مع باقي الفيديو. اول لعبه هي لعبه التعبان، وفكره اللعبه هي انك بتحاول تاكل الكوره او التفاحه دي، بس لازم تخلي بالك لانك كل ما تاكل بتكبر، والموضوع بيبقى اصعب علشان لو اكلت او خبطت جزء من جسمك هتخسر وهتعيد من اول وجديد، والصراحه الموضوع ده مقرف جدا، يعني المفروض يكون فيه على الاقل تشيك بوينت، والنظام ده بيخليك تعيد بعد كل نقطه كبيره. يعني مثلا لو بتلعب لعبه وصلت لسكور 1000 وخسرت عند 1500 تقدر تعيد من اخر سكور انت وصلت ليه اللي هو 1000 مش من زيرو. فدلوقتي هنجرب النسخه القديمه والجديده، واتمنى جدا يبقى فيها تشيك بوينت عشان الموضوع هيبقى غبي قوي لو ما اتضافتش لحد دلوقتي. عندنا اول لعبه هي سنيك 2، وتاني واحده سبيس امباكت اللي قلت عليها، والتالت واحده مش لاقي لعبه الكوره بصراحه. فهنخش على سنيك 2. فاكرين التعبان ده بيتحرك ازاي؟ يعني نسيت كان بيتحرك ازاي. هو 4 و8 و6 و2. ابيض الجرافيك تعبان قوي، مش عارف اتحرك ازاي، ولحد دلوقتي مجمع 2، فربنا يصبرني واجمع 10 بالعافيه. A few moments later. انا اتخنقت، مش ضروري ناخدها بقى، يطلع بره. دي لعبه التعبان الحديثه، وزي ما انتم شايفين هي بشكل تاني خالص، لان لقيتها على جوجل عادي، يعني انت لو دخلت على جوجل وكتبتها هتلاقي هنا الجرافيك احسن شويه، وهتلاقي هنا الحركه بقت سموزي اكتر، والدنيا بقت سهله يعني وبقى سريع. والمطور اللي طور النسخه الجديده كويس بصراحه، انه خد باله من النقطه دي، لان لو فضل على البطء ده كان ممكن يشيلنا عادي. لاحظت لما انا خسرت ان انا لما دخلت في الجنب ده ما قدرتش اطلع من الجنب التاني زي اللعبه الكلاسيكيه، بصراحه الموضوع ده مقرف شويه، لان لو كانت موجوده كانت هتبقى اجمل. زي ما انتم لاحظتوا اللعبه سموزي اكتر، سريعه واتحسنت شويه. فالنسخه دي ولا الثانيه؟ لا، انا بصراحه من وجهه نظري النسخه دي احسن بكتير من النسخه البطيئه الثانيه. تاني لعبه معانا وهي تعتبر اشهر تاني لعبه بعد لعبه التعبان، وهي لعبه بونس. واللعبه دي كانت بالابيض والاسود كده على معظم تليفونات نوكيا القديمه، فالناس الاغنياء اللي كان عندهم اللعبه دي بالالوان مالناش دعوه بيهم، لانها كانت بتبقى ممتعه قوي وكرييتيف كده، مش زي لعبه التعبان اكل الكوره بس واكبر. هي فكرتها انك بتمشي وتجمع كده بوينتس لحد ما توصل لخط النهايه، بس الموضوع مش بالسهوله دي، لانك هتلاقي شويه خوازيق كده في طريقك لو وقعت فيهم هتعيد، بس مش من اول وجديد، لان هنا اخيرا الشركه قررت تشغل دماغها واضافت التشيك بوينت في اللعبه دي. يعني لو خسرت هتقدر تعيد من اقرب نقطه انت خسرت فيها، فتقدر تخسر براحتك وانت مطمن، مش وانت مطمن قوي، يعني اصلا معاك 3 محاولات ولو خلصوا هتعيد من الاول. فاكرين كلكم الواجهه دي؟ او تقريبا دي لو دوست عليها كان بيخليني اخسر، انا مش فاكر، انا استنى كده اجرب. تقريبا دي التشيك بوينت اللي انا قلت لكم عليها، فعشان نجربها عايزين نحاول نخسر. ايوه اهو زي ما قلت لكم خسرنا من هنا وعدنا، انتوا فاهمين الحاجات دي تقريبا انا مألوف عليا، شفتها قبل كده في اللعبه. انا تقريبا شفتها قبل كده في لعبه، بس مش فاكر لعبه ايه. وده بينط تمام، والمفروض ناخد المكعبات او البيض ده. احنا دلوقتي مجمعين 12 من 30 في البيض، والمفروض يعني نجمع منه 30 من 30. احنا لو وقفنا هنا كده ونطينا هنجيبها. صعبه دي، طب دي اجيبها ازاي دي؟ تالت لعبه معانا وهي لعبه سبيس امباكت، وعشان عارفك ما تعرفهاش علشان احنا زمان اساسا ما كناش معترفين باسماء الالعاب بالانجليزي، فكنا بنديها اسم مصري نعرفها بيه. يعني لعبه التعبان اسمها سنيك اللي هو تعبان برضه، وبرضه نفس الموضوع مع لعبه باون سميناها لعبه الكوره. معرفش مين كان بيخترع الاسماء دي، بس يستاهل سقفه لانها لسه معلقه معانا لحد دلوقتي. لعبه الطياره الحربيه دي عباره انك بتطير في الجو وتتحرك لفوق وتحت علشان الحاجات اللي بتظهر مره واحده دي ما تجيش فيك، وتقدر برضه تضرب عليهم، بس مش انت بس اللي تقدر تضرب عليهم، هم كمان يقدروا يضربوا عليك، فكان لازم تتجنب الضرب ده وتضرب. لعبه كانت ممتعه فشخ بصراحه. اللعبه دي بقى اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي المفروض سفينه عايمه في الفضاء او طياره والمفروض تضرب، فتعالوا نجربها. استنى التحكم باي ازاي 8 بيطلع فوق 0 طيب 0 بينزل تحت، تمام 8 بيطلع فوق
6 بيضرب الضربة دي. ده عندي هنا فوق على فكرة عدد مرات محدود ليها، يعني انا ما اقدرش اضرب الضربة القصوى دي اللي هي الطويلة قوي دي ل4 مرات. وظهر كانت مرة، دلوقتي بقت 4. كويس. اما دلوقتي ارقص بقى ولا اعمل ايه؟ طب انا دلوقتي مش عارف اضرب منين. بيضرب اهو، بيضرب من 3. ايه ده؟ المفروض ده اخده. انا خايف بصراحه اخده والبس في الاخر فهتجنبه. وديس بيس امباكت النسخه الحديثه، فهنعمل كده، نحاول بقدر الامكان اننا نكسب. هنلاقي الضربه القصوى اللي هي كانت الطويله اللي انتوا فاكرينها دي اتبدلت بدي، ودي النقط اللي انتوا شايفينها، النقط العيانه دي اللي ما بتاثرش تقريبا. العدو لو شافني وانا بضرب بيها هيضحك تقريبا. الحاجات بصراحه اللي ضايقتني في لعبه التعبان هو انه بطيء قوي. عارف ان ايام نوكيا الالعاب كانت على قدها والمبرمجين ما كانش همهم اساسا يعملوا العاب على الموبايل، بس ده مش مبرر نهائي. عندك مثلا لعبه الكره الحمراء كانت سريعه وزي الفل، او الطياره الحربيه برضو كانت سريعه شويه يعني. بس خطر على بالي سؤال، ازاي لعبه التعبان كانت بطيئه قوي كده وفي الاخر الناس كانت حباها جدا؟ والاجابه مش مستاهله بحث ولا حاجه، باينه للاعمى والاطرش، فمش هشرح لك. خلاص ما تزعلش هفهمك. الالعاب زمان كانت قديمه قوي، ففكره انهم يلاقوا لعبه وخلاص دي كانت بتبقى حاجه جامده قوي، لان زمان معروف ان التليفون بالشكل ده بيقول قال وخلاص. يعني مثلا لو انت حران وماسك البتاعه دي وقاعد تهوي وقلت لك هديك مروحه، انت هتكون مبسوط وفي قمه سعادتك، لانك بدل ما كنت بتتعب نفسك علشان تهوي على نفسك بقى عندك مروحه بتهوي عليك، مع انها مش بترتب عليك كفايه بس انت مبسوط. فنفس الفكره بالظبط. وغير كده لعبه التعبان كانت كمان مجانيه، يعني مش محتاجه انك تشتريها زي GTA 6 اللي فلست نص الجيمرز تقريبا. لا، هي كانت موجوده عادي مع شويه العاب كده، فالموضوع بالنسبه لك هيكون متعشي قوي. هلاقي دلوقتي واحد محنك من الجيمرز وغالبا هيكون ده شكله، هتلاقيه بيقول لي لا يا اسطى الفتره دي كانت مليانه العاب حلوه على الكمبيوتر زي ذا سيمس وكونتر سترايك، وانت واحد ما بتفهمش وانا ذكي وانت عمرك ما الالعاب دي فعلا نزلت وكانت مكسره الدنيا، لكن انت قلت بنفسك كانت موجوده على الكمبيوتر، ومعظم الناس مش هيكون اكيد معاها تشتري كمبيوتر. وحتى لو حد مثلا بيروح السايبر وكده فانت بتروح تدفع فلوس، على عكس الالعاب اللي على موبايلك اللي بتكون مجانيه تماما. يعني انت بتشوف الفيديو ده وانت ماسك موبايلك او على البي سي بتاعك وقاعد قاعده ملوكي، مش محتاج تنزل السينما مخصوص علشان تشوفه. فبالظبط كده هي دي الفكره. وطبعا بعد فتره النوكيا دي نزلت العاب على الويب وعامل لها فيديو قريب، والناس ابتدت وقتها تنسى العاب نوكيا وشكل نوكيا عموما. لكن علشان اكون صريح، فبالرغم ان الجرافيك كان تعبان جدا كمان، لكن كان في ميزه بصراحه والالعاب دلوقتي مش هتقدر تعملها، وهي ان الالعاب دي كانت مساحتها قليله جدا بسبب الجرافيك بتاعها، فكنت ممكن تلعبها في اي وقت عادي، مش محتاج هارد مساحته قد المحيط علشان تعرف تلعبها. ولكن بعدين في شركه فعلا عرفت تلعبها صح وعرفت تجمع بين الجرافيك والمساحه، وهي شركه روك ستار. لو لاحظت في سلسله العاب GTA هتلاقي مثلا اعظم لعبه في التاريخ لعبه GTA فايس سيتي، الجرافيك فيها كان كويس جدا ومقبول، ومساحه اللعبه كانت 500 ميجا تقريبا. ده بالعكس لما اللعبه قررت تعمل نسخه بجرافيك احسن ونزلتها، النتيجه كانت فاشله جدا، افشل من نتيجه صاحبي في ثانويه عام. يعني انا لو عرضت عليك اللعبتين دول بنسبه كبيره هتختار القديمه لانها امتع بكتير، ولو اخترت الجديده يبقى انت اكيد عيل صغير، بس عادي دي حريه شخصيه، وما عندكش كمان ذوق في الالعاب، بس عادي دي حريه اختيار يعني. طبعا بهزر، اكيد زي ما في ناس بتحب دي اكيد هتلاقي ناس بتحب دي وما عندهاش ذوق برضه. وقبل ما انهي الفيديو كتير منكم طلب مني اني اعمل سيرفر ديسكورد، فحابب اعرفكم اني عملت سيرفر، ما اقدرش ارفض لكم طلب طبعا، وبوجه شكر حار جدا لصاحبي محمد اللي ساعدني فيه. هتلاقي لينك السيرفر في البايو، خش واستمتع علشان محتاج اداريين، واشوفك على خير.